السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا أصدقائي. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن إزاي علاقتنا بأصحابنا وأصدقائنا ممكن تكون السبب في سعادتنا أو تعاستنا طول العمر. إحنا كتير مننا بيتهيأله إن السعادة حاجة موجودة جوه قلبنا أو قرار مننا، وإن محدش له علاقة بسعادتنا غيرنا إحنا. الكلام دوت صح، بس في جزء ناقص وإنه مش كامل، لأن الحقيقة إن أصحابنا ليهم تأثير كبير جدا على حالتنا النفسية، وليهم تأثير برضو على إحساسنا وثقتنا بنفسنا وعلى نظرتنا للحياة. وأحيانا بعض القرارات المصيرية بتكون في حياتنا بيكون إن أصحابنا وأصدقائنا ليهم علاقة بيها. الصحبة مش مجرد ناس بنقعد معاهم ونضحك معاهم وخلاص. الصحبة مش هزار وخروجات وبس. الصحبة معناها أو الأصدقاء معناهم هم الناس اللي نطمن وإحنا قاعدين معاهم، هم اللي نحس نفسنا معاهم من غير ما نمثل ونكون على طبيعتنا معاهم. أصحابنا أو أصدقائنا دايما بيكونوا مراية لينا، لأن إحنا من غير ما نحس بنتأثر بطريقة كلامهم وبنتأثر بتفكيرهم، حتى نظرتهم لنفسهم. فإحنا لو دايما حوالينا أصدقاء بتشتكي أو شايفة الدنيا سيئة ودايما بتحبط أو بتقلل من نجاح أي حد، مع الوقت هتلاقي نفسك طاقتك أقل، حماسك بدأ يقل وبيروح، هتلاقي نفسك ثقتك في نفسك بدأت تتهز، مش لأنك ضعيف لكن إن الطاقة معدية. الصديق الصح هو اللي بيفرح لي بجد. في فرق لما صديق ليا يقول لي مبروك، وواحد تاني أو صديق تاني يقول لي مبروك وقلبه بيفرح معايا. الصديق الحقيقي نجاحي ما بيضايقوش، ولا فرحي يقلقه، ولا نوري ما يطفهوش. الصديق الغلط هو اللي تبتسم قدامك ويقلل منك في كلامه. الصديق الغلط دايما يحسسنا ان احنا غلطانين، ويحبنا دايما احنا ضعاف، ويفرح لما يشوفنا ضعاف او بننكسر. واحيانا مش معنى ان احنا لينا اصحاب من زمان ان احنا نكون لسه شبه بعض او لسه في نفس المرحلة التعليمية او المرحلة المهنية، او لسه بنضيف لبعض بعض الشيء. احنا بنتغير، وفي ناس بتفضل واقفة مكانها، وساعتها طبيعي علاقة الصداقة دي يا اما بتهدى او بتبعد او بتخلص منها. دي مش خيانة، ديت نضج احنا بنمر بيه. احنا احيانا بنخاف نبعد عن بعض اصحابنا السيئين علشان ما نبقاش لوحدنا، او ما نحسش ان احنا خسرنا شيء، او عشان الذكريات اللي بينا وبين اصحابنا. لكن الحقيقة المهمة ان الوحدة الهادية ارحم بكتير من قعدة مليانة توتر او كلام محسوب عليك او احساسك بعدم الامان. فلو دايما حواليك ناس بتسمعك، بتحترم حدودك وبتشجعك وبتفكرك بقيمتك، انت هتلاقي نفسك اصبحت اقوى واهدى وافضل. فياريت نختار اصحابنا بجد، اصحاب حقيقيين، لان الصحبة مش حاجة جانبية، دي حاجة بتأثر على نفسيتنا وعلى قراراتنا وعلى سعادتنا وعلى سلامنا الداخلي. اختار دايما الناس اللي لما تقعد معاهم تحس بالراحة، ولما تمشي من عندهم تحس انك اصبحت احسن، ولما تحكي ليهم تكون مطمن ان كلامك مش هيطلع لحد غريب. سعادتك مش بس في ايدك، سعادتك كمان في مين سامع كلامك، مين حواليك، ومين مسموح يدخل العالم بتاعك. مش كل الناس تستاهل قربك،
ومش كل ضحكة دليل صحبة، ومش كل عشرة تستاهل تكملة. اختار نفسك، واختار اللي يضيف لك مش اللي يستنزفك ويستهلكك. خلي بالك دايما ان سعادتك مش رفاهية، دي حقك، وحقك انك تختار مين يكون قريب منك ومين يفضل بعيد حتى لو كان صديق قديم. مش كل اللي ضحك معاك يستاهل يكمل، ومش كل اللي عرفك من زمان يعرفك بجد. الصحبة الصح هي اللي تطمنك مش اللي تستهلكك، هي اللي تزود نورك مش تطفيك. اختار الناس اللي تحبك وانت قوي، مش بس وانت محتاج ليهم. وساعتها هتكتشف ان السعادة مش بس احساس، السعادة اختيارات، واولها نختار اصحابنا الصح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.